اوكي، هاي شباب، مساء الخير او صباح الخير. يا رب يكون كل وقتكم بخير. طيب، في الفيديو ده ببساطة كبيرة جدا، انا كنت ناوي يعني ان انا يعني ما اعملش حاجة زي كده، لان نظرا للشانل مش حابب انها تبقى حاجة زي كده، ولكن حبيت ان انا برضك اشارك جزء من الحاجات اللي انا عملتها وتبقى دوكيومنتد وتبقى يعني الواحد يكون عارف. فقلت ليه ما اشاركهاش معاكم يعني. اوكي. آم طبعا، في ناس كده بتشتغل حتة الكول سنتر أو الكاستمر سيرفيس أو خدمة العملاء، وهي الشغلانة وإزاي ممكن تشتغلها وإلى ما آخر من الحاجات. طيب، أنا كنت موجود في الاندستري وفترة كبيرة جدا، أكتر من سنتين. الكاستمر سيرفيس، خلينا نقسم حاجتين كده. في بيئة الكاستمر أو الكول سنتر هنقسمه لحاجتين. في حاجة اسمها مبيعات، تيلي ماركتينج، تيلي سيلز، ايا كان الاسم ده ايه، ولكن او كولد كولينج او اي حاجه من الاسم ده، فده اسمه مبيعات او باللغه البسيطه جدا. خدمه العملاء هو بتبقى حاجه، بيبقى نوعين: كاستمر سيرفيس وكاستمر كير. طب ايه النوعين؟ ما بين الفرق ما بين كاستمر سيرفيس، الشركه المحترمه بيكون عندها كاستمر كير، يعني كاستمر كير سيرفيس. ليه الكير؟ لان كاستمر كير هو بيحاول as much as he can ان هو يحل لك المشكله، اما الكاستمر سيرفيس هو برد على المشكله، ليها حل هحلها لك، ملهاش انها. فكده احنا فهمنا ايه الفرق ما بين الكاستمر كير والكاستمر. يعني من ضمنهم مثلا شركة زي فودافون، يعني فودافون إلى حد ما يعني هي كاستمر كير سيرفيس أو كاستمر كير ريبريزنتيف. فبس، فهي دي الفرق. حاليا احنا اتكلمنا على كده الاندستري أو البيت أو مسمى خدمة أو مسمى الكول سنتر. طيب، في الكول سنتر الاتنين في الأغلب بيتكونوا بنفس الحاجات. خلينا نبدأ مثلا بالكاستمر سيرفيس. تبدأ ازاي؟ ايا كان الاكونت اللي انت شغال فيه، كان بلغة، سواء كان ايا كانت اللغة دي، ايا كان الحاجة، فهو بيتكون عبارة عن ايجنت، بعدها بيبقى تيم ليدر او تكنيكال سبورت، لو بيبقى على حسب، بيبقى في تكنيكال سبورت وهنفهم كل مثلا حاجة كل واحد ايه معناه. تيم ليدر، سوبرفايزر، سينيور، اكاونت مانجر. طيب، آه بداية ايه هو الايجنت؟ الايجنت ده اللي هو اي حد بيقعد على السماعة وبياخد كوز، ده اسمه ايجنت. طبعا بيبقى فيه جوه الايجنت ده بيبقى فيه تاسكات معينة، ممكن بتلاقي حد ايميل، حد شات، ايا كان، لكن تحت مسمى الايجنت. اوكي. فاذا حتى لو انت بتبقى حاجة اسمها اسكليشن تيم، بمعنى ان انت بتطلع تكلم ناس از ان انت سوبرفايزر او از ان انت سينيور او ايا كان المسمى اللي انت بتطلع عليه مثلا، فانت بيكون ايجنت ولكن واخد تاسك. دي طبعا بتميزك عن الناس اللي معاك، وطبعا بتبقى عندك priority عالي جدا لما بتقدم على اي بروموشن بعد كده از تيم ليدر او كده، طبعا تبقى انت الاول يعني. طب التكنيكال سبورت ايه هي؟ التكنيكال سبورت، التكنيكال سبورت ده بيبقى في نوع اللي هو حد بقى سينيور ايجنت، بقى حد شغال بقاله فتره، عنده نولج كبيره وكان ارقامه كويسه، فترقى بقى تكنيكال سبورت. التيم ليدر طبعا احنا عارفين بيكون معاه تيم، والسوبرفايزر ده اللي بيكون معاه تيمات اكتر من تيم تحتيه، والسينيور ده بيكون معاه اكتر من سوبرفايزر تحتيه، او بيكون في الشركه كلها عامه يعني. اوكي، يعني اللي هي كل الناس في الاكونت، والاكونت مانجر ده اللي بيبقى الشركه طبعا فيها وسطها. تعال نتكلم دلوقتي على الشركه يعني ايه ان سورس او اوت سورس، لان دي حاجه مهمه. في مثال مثلا امازون. امازون ان سورس مختلف عن اوت سورس. امازون ان سورس موجوده في كونسنتريكس مثلا، سوري، اوت سورس دي موجوده في كونسنتريكس. طيب بتعمل ايه؟ ببساطه كبيره جدا، انا دلوقتي شركه كبيره، تحتي عندي حاجه اسمها كامبين، او شركه اوت سورس. بمعنى ايه؟ انا كشركه ان سورس اللي بريح دماغي، انا باخد الستاف بتاعي، اول ما بقفل الستاف بتاعي بيبقى فيه ريكويرمنتس، بتبقى الكريتيريا بتاعتها عاليه، وفي نفس الوقت بتبقى البينيفيتس والحاجات اللي الشركه الكبيره او الشركه الام، يعني خلينا مثلا نقول امازون، بتديها للناس عندها، هي حاجه كويسه جدا. ولكن اوت سورس ما بيبقاش نفس الحاجه، لان الاوت سورس بتبقى حاجه بتبقى يعني بتعتمد اكتر بالارقام. هديكم مثال. انت لو اشتغلت مثلا اوت سورس، انت لازم تهتم جدا 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 بالارقام، وانت كده كده في الحالتين هتهتم بالارقام يعني. ولكن اوت سورس هو فرصته ان هو
تشتغل على الارقام بتبقى اعلى، لان هو كده كده هو بياخد الفلوس، الارقام دي بيترجمها بفلوس من ان سورس ذات نفسها. فان سورس انا بدي لك مثلا اكونت بتاع امازون، يعني بدي لك الايجنسي بتاعت امازون عندك، فلازم تجيب لي بيها الارقام علشان احاسبك مثلا على الفاتوره او احاسبك على الفلوس. اذا ده مثلا مثال على امازون. في مثلا فودافون، في اكتر من شركه، في اكتر من شركات كتير جدا بيبقى ليها شركه انسورس او سو. طب في شركات معروفه زي تي بي مثلا، او كونسنتريكس ساذرلاند، او ايه تاني، او كونسنتريكس تي بي، ويب هيلب. دي بتبقى حاجه اسمها شركه كبيره، شركه بتبقى يعني هي ما بتبقاش تيلي كوميونيكيشن كومباني. يعني انت اصلا ممكن تلاقي في تيلي كوميونيكيشن، مثلا تلاقي يو كي مثلا في كونسنتريكس، بس او مش عارف تلاقي فين. ولكن ما تلاقيهاش كلها، يعني تلاقي عادي جدا بتاعت الاحذيه مثلا بتاعت المانيا هناك، مش عارف ايه والكلام ده كله، هتلاقي اكونتات مختلفه من جميع الدول. ولكن الفكره هنا في شركه زي ويب هيلب او سنتريكس او تي بي او ايا كان. الشركه دي الشركه دي بتبقى زي اوكي، هحاول اجيب لكم مثال. زي بيلدينج كامل، او زي مكان كامل، انا بوفر الاكونتس كلها المتاحه، وان انا بدير كل حاجه. يعني انا اللي بديك السورس وكل حاجه، انت كل اللي انت عليك ان انت تديني حاجه اسمها الايجنسي، او تديني الاكونت، الحاجه وخلاص، وانا اللي هبقى بعمل معاه العقد، وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا حاجه. انت كده بتريح دماغك كل حاجه، وليك في اخر الشهر الارقام اللي انا هسلمها لك بس. فاكتر من شركه بيكون لهم اسم معين، مثلا مش اكتر من 5 اكونت، مثلا نكتب اكونت مثلا اكونت دي بي مثلا، واكونت سي اس، واكونت بلا بلا بلا، ولما يخلقوا 5 اكونتات دول بيكونوا تحت شركه اسمها تي بي مثلا. فالتي بي دي بتاخد الايجنسي بتاعت ال5 اكونتات دول من شركات الام ذات نفسهم، وبتتحاسب معاها على الارقام. انت جبت رقم كذا هتاخد فاتوره كذا، جبت رقم كذا هتاخد فاتوره كذا، والى ما اخره. فدي بتبقى الفكره. طب لغاية الآن اتكلمنا على جزء ايه هي انسورس وايه هي الاوت سورس. فهمنا الانسورس دي بتبقى الشركة زي امازون، وفهمنا الاكونت والى ما اخره، وفهمنا ايه كلمة كول سنتر. طب تعالى نخش بعد كده. آه الكول سنتر عامة بتبقى شغلانة كويسة، ولكن بتبقى ستريسفول، آه وارقام، انت بتعمل ارقام، ولكن بتساعدك في حتة اسهل طريقة ممكن تجيب بيها فلوس. بداية بقى من التريننج، بداية من أول يوم. أنت التريننج بتاخده من الشركة نفسها، ممكن شهر، شهرين، أسبوعين، على حسب الشركة اللي أنت شغال فيها. فهو اللي بيوفر لك التريننج. وبعد كده بعمل معاك امتحان مثلا بعد التريننج ده، وبعدها ببدأ إن أنا آخدك معايا في المكان ده وخلاص، أنا كده بديك فلوس. ولكن عندك ريسك، أنت ممكن في أي وقت تمشي، لأن أنت مش هتعمل مهارة كبيرة، خلي بالك. فلازم أن تجيب الأرقام كل شهر، أو لازم على الأقل يعني ما تبقاش حد ضايع في الارقام. لازم بتجيب الارقام اللي هي بتبقى حاجه اسمها كي بي ايز، او كي بيرفورمانس، مش عارف ايه كده. آه وبس ده تقريبا حاجه خاصه بحته ال ال هل هو كارير ولا لا. هو كارير، يعني هو ينفع يبقى كارير، وكمان هو حاجه كويسه ان هو يبقى كارير، ولكن as long as ان انت هتعرف ان انت تستحمل حاجه زي كده. طيب، ببساطه كبيره جدا دي كل حاجه بخصوص الكول سنتر. تبقى الانفايرمنت طبعا تختلف، يعني في ديتيلز اكتر، ولكن هي فرصه كويسه لو انت حابب ان انت تبدا، و... وكمان تدي لك فرصه ان انت تعمل انفايرمنت مختلفه، وتتعامل مع ناس مختلفه، باك جراوند مختلفه. بدايه بقى من لو انت شغال مع شركه مثلا مالتي ناشونال، في اكتر من جنسيه جوه، فانت بالفعل بيكون عندك التشانس ان انت تتعامل مع ناس اكتر من كالتشر مختلفه، افكار مختلفه، آه، والاكشنز مختلفة حقيقة. يعني دي من الحاجات اللي انا لازم انا منشنها، حتة الاكشنز وردة الفعل. لان الافريكانز really so cool، يعني لما بيجي يكون عندهم الاكشنز على حاجة حلوة وكده. فبس ده كان فيديو النهاردة. معرفش هل الفيديو ده عجبكم ولا لأ، أتمنى إن يكون مفيد لأي حد. وبس، ولو هتبدأ كورس انت او سيلز، كل اللي انت محتاج ان انت تعمله تخش على الفيسبوك، ممكن تتواصل مع اي اتش ار ريكروتر. ايه تاني؟ ممكن لينكد ان طبعا. ممكن وظفني، حاجات كتير جدا ممكن تتواصل معاها، وتبدأ ان انت تشتغل وتدور على شغل. مش محتاج حاجات صعبة أوي. لو انت بتتكلم لغة لازم تكون متمكن باللغة دي، و... وبس كده تقريبا كل اللي انت محتاجه بخصوص اللغات في قنوات
هتلاقيها كويسة جدا، بتتكلم عن لغات، حاجة كويسة جدا. وأخيرا وليس أخيرا كده احنا خلصنا. وأشوفكم يعني إن شاء الله في فيديو جديد، ويا رب يكون يومكم كان كويس. مع السلامة.